كاين شي حوايج في هاد الدنيا ما كانش ليهم تفسير، شي حوايج اللي كاينين في الحياه الواقعيه ديالنا، شي حوايج كتبقى تقول واش هاد الشيء خيال ولا حقيقه. اليوم في هاد السلسله غادي نحكي لكم واحد القصص اللي غريبه، والمشكله في هاد الشيء انها حقيقيه. سلام، معكم سايكو ستوري. اذا كنت اول مره تشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. بلا ما نطول عليكم يلا نبداو. هاد القصه وقعت في الخمسينات وبالضبط في عام 1954. هاد الواقعه كانت مشهوره في ديك الوقت في الامن ديال اليابان. اللي وقع ان واحد الراجل جا للمطار ديال طوكيو وبجواز ديال السفر في بلاد سميتها تاوري. الضباط ما فهموا والو كيفاش ومن جات هاد الدوله. داك الراجل جاوبهم هاد الدوله كاينه ما بين فرنسا واسبانيا، كاينه في العالم منذ قرون. علاش؟ فين كاين المشكله فين كاينه ان الامن ديال اليابان ما فهموا والو، حيت هاد الدوله عمرها كانت في الكره الارضيه. الراجل عطاهم جواز السفر والتاشيرات اللي كانت رسميه والطوابع اللي كانت حقيقيه، وحتى الوراق البنكيه كانت حقيقيه، وكانت هذه هي البطاقه الوطنيه ديالو. الراجل حبسوه في الفندق تحت الحراسه باش يحقوا معاه حتى للصباح، ولكن من فوق الصباح اختفى وما لقاوهش، ما لقاوش الوراق ديالو، ما لقاو لا جواز السفر لا حتى شي حاجه. هاد القضيه حيرت الناس. دابا واش زعما تقدر تكون شي دوله سميتها تاوريد؟ واش داك الراجل عنده الحق وعلاش اختفى؟ القصة الثانية كتقول جاك كان واحد الشاب في أستراليا توفى في واحد الحادثة سير، ولكن بعد شهور الحاجة اللي حيرت الناس واحد الجارة صيفطت ميساج للأم ديال جاك وكتقول ليها شفت ولدك كيفوت حدا داركم. كيفاش؟ الأم تخلعت بزاف ولكن ما عطاش هاد الشيء أهمية. ومن بعد الحاجة اللي صدماتها أنه 3 ديال الجيران أكدوا نفس الشيء، حتى البوليس شافوا شخص مطابق لوصف جاك، ولكن فسولوه هرب واختفى. واش فعلا جاك مات ولا غير شي نسخه كتعيش بحالو؟ القصه الثالثه كتقول واحد الولد كان في القسم ديالو في ماده الفنون. الاستاذه طلبت منهم بغات دير واحد الالبوم ديال التصاور، وقالت لهم بلي ان غادي نعطي لكل واحد فيكم واحد التصويره. المهم داكشي اللي متعلق بالقرايه. الاستاذه قالت لهم بلي هاد التصاور راهم غاليين بزاف وحضروا راسكم الا تمشيو تهملوهم. التلاميذ كانوا خايفين ومرعوبين لا يهملوا التصويره، حيت الاستاذه كانت خايبه بزاف ولا شي واحد همل التصويره غادي تسلخ شي واحد فيهم. المهم فرقت لكل واحد تصويرته، وبقى داك الولد كيشوف صحابو التصاور ديالهم كي دايرين كما جميع الدراري اللي كيكونوا في القسم. هنا السرجم كان محلول، واحد الهواء اللي خفيف خرج من السرجم وطيح الورقه طاحت حدا كرطابو. يعني عادي الورقه طاحت حدا كرطابو غادي يهزها، ولكن المفاجاه هنا فاش غادي ينزل باش يهز الورقه ما غاديش يلقاها. هنا عرف راسو بلي كحلها مع الاستاذه، وهنا قرر يقولها لها قبل ما تشدو، وصاطاح شي سلخه ديال الكلاب. وقبل ما يقولها لها قالت له هاك تصويرتك راني ما عطيتهالكش. وهنا الصدمه نفس التصويره اللي هي تصويرته. السيد بقى مصدوم ما فهم والو. القصه الرابعه كتقول القطار اللي وصل بعد 30 عام. واش كتخيلوا معايا قطار وصل بعد 30 عام؟ غادي نحكي لكم القصه. في روسيا في الثمانينيات واحد القطار دخل واحد النفق وما خرجش، قلبوا عليه الناس وما لقاو والو. عياو الناس، الشرطه، الناس، كلشي بقى كيقلب على داك القطار ما بانش الاثر ديالو. الناس قالت بلي انه تلف في شي غابه ولا تحرق، يعني ما لقاوهش. ولكن الصدمه في 2009 نفس القطار خرج من نفس النفق بكامل الركاب، يعني كاع داك الركاب اللي كانوا في داك القطار خرجوا من النفق وباقيين لابسين الكسوه ديالهم ديال الثمانينيات. سولوهم فين مشيتوا، قالوا بلا اننا كنا في النفق وتفضوا دقيقه وفاش رجعنا لقينا العالم تبدل. الناس ما فهمت والو. التحقيق الرسمي ما هضروش عليه، ولكن الركاب كيفاش ما كبروش وما شافوش الزمن كيدوز من حداهم. كانت هذه واحده من القصص اللي كتخلينا نسولو راسنا شحال من مره وقعت لينا شي حاجه غريبه وكنقولوا حنايا كيفاش وقع هذا الشيء. واش فعلا كيوقعوا بحال هاد القصص ولا هذه غير صدف خلاتنا كنشكو؟ الا عجبوك هاد القصص ما تبخلش علينا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساش تخلي لنا تعليق شنو هي اغرب حاجه وقعت ليك. تهلاو.